السلام عليكم أحبابي، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة الكروفات طيب في صلصة الطماطم المصبرة. وصفة سهلة وسريعة وبنة هايلة كما تاع المطاعم، مناسبة للغداء وللعشاء ولا تبغوا المأكولات البحرية. خليكم معايا حتى الأخير باش نشوفوا الطريقة كاملة والنتيجة الرائعة. ندو مقلة نديروها تسخن فوق النار، نحطوا لها واحد الملعقة تاع أكل نتاع مارغرين، نخلوها تذوب. والجنب الكريفات هنا راني درتها تنغسل وقطرتها من الماء، ومن بعد نديروها تتقلى في هذه الزبدة. هنا كي نحركوها غير بالعقل خاطرش هذه ديك الصغيرة باش يبقى الشكل تاعها. وهنايا نجيبو فص تاع توم غير صغير، نسكرفجوه ونديرو فص صغير برك، ما نكتروش الثوم باش البنه تاع الكروفات ما تتبدلش، يتغلب عليها داك الذوق تاع الثوم، نعرفوا بلي الثوم قاطع. ومن بعد نديرو الحرور، نزيدو معاهم سكنجبير، نديرو غير شويه تاع التوابل، مكتروش بزاف، وشويه كمون، شويه فلفله حمراء. هادو هما التوابل اللي نحتاجوهم. وهنايا عندي واحد المغرف تاع طماطم مصبرة، حليتها في شوية ما وفرغتها فوق هذاك الكرفات، وخليت هذيك الصوص طيب تعقد شوية، بلعت عليها وخليتها تعقد. وهذه هي بعد ما طاب. وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع الكروفات اللي طايبة في صلصة الطماطم المصبرة. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعة، ونلتقي في وصفة جديدة إن شاء الله.